سلام البنات، مرحبا بكم عندنا في درس اليوم اللي هو بروشينغ الاسطواني. شنو هو البروشينغ الاسطواني هو اللي كنقولوا ليه اللوايه، بالدارجه اللوايه. غنخدموا اللوايه كليانه شعرها فازق، يلا خرجت من الحمام او يلا غسلت شعرها. غنشفوا الشعر تقريبا 90%، غيبقى شويه من الدي او شويه فازق. نحاولوا نفرقوا الشعر. حنا كناسيستو على الفريق. علاش؟ يعني في البروشينغ ماشي ضروري انك تفرقي على 3 او انك تفرقي فريق على 4 او انك تفرقي في الشعر من اللور على 3 ومن القدام تفرقي على الجوانب بوحدهم ولا فرونش بوحدهم. مي حنا كنقولوا تفرقي على وديت، لكن غنقطعوا شي كوب باش تجينا الكوب مقاده. اما لكن على البروشينغ فعادي انك تفرقيه على 3، تفرقيه على 2، تهزيه كامل وتبداي تاخدي ميش باغ ميش. المهم هو انك تخدمي الشعر وتعرفي كيفاش تخدميه. الا كان الشعر خفيف كنحاولوا نعطيو الفوليم، ولا كان الشعر كتير كنحاولوا اننا نبلاكيوه، نخدموه خدمه بروشينغ اللي هو ايكون ستريس وفي الاطراف ديالو يجي ملوي. دونك حنايا ضروري ما نركزوا في الشده ديال السيشوار ونركزوا في الشده ديال لابغوس. فرقنا الشعر. بالنسبه للفراقات فانا من الاحسن انك تفرقي كبدائيه، فرقي بالمشطه باش تفرقي فريق مقاد في اللوايه. فرقي بالمشطه باش ما تخليش الزغبات طالعين وزغبات نازلين، تكوني كتصايبي بغوشينغ تصدقينها تفلكلي انا. فلهذا انني ملي كنبغي نخدم الشعر فانا كنتعامل في الشعر مع شعر ديال الكليانه بحال كنتعامل مع الشعر ديال راسي انا، يعني بحال شعري هذاك. نخدم بشويه، نخدم بنظام، نخدم باتقان، نحاول نعطي الزغبه حقها. الا كانت الزغبه من النوع اللي كتنفخ نحاول انني نعطيها السيشوار، نعطيها الجهد ديال الضوء تقريبا. ما تكونش السيشوار فيه الجمره، لان السيشوار اللي فيه الجمره فهو كيبان لك كيصيب احيانا، ولكن راه هو كيحرق الزغبه. باش كنعرف بان السيشوار كيحرق الزغبه؟ بعد ما كنصايب بغوشينغ وكنسالي وكنبغي ندوش او كنبغي صافي دوزت بيه اللي قسم الله وبغيت انا نغسلو، منين كنغسل الشعر ديالي فانا كنشم فيه واحد الريحه ديال الحراق، معناتها ان السيشوار فيه الجمره راه غيحرق ليا شعري. وحنا نكتفي اننا يكون السيشوار غير على قد الحال، لانه يكون متمكن انه يصيب ليا الزغبه ديال الشعر ديالي وما يخليش فيه ريحه الحراق. اول حاجه. ثاني حاجه، ملي نكون نخدم الشعر الاسطواني فانا ضروري نضرب لي غاسين مزيان، ومن بعد نجيب اللوايه في التحت في الاسفل ديال الشعر. بغيت الشعر يكون ملفوف من الجدر، غنبدا نلفف الشعر من الجدر ونخدم مزيان باش يكون عندي اتقان ويكون عندي نجاح البروشينغ الاسطواني. فانا ضروري كيكونوا عندي مشطات او بروسات او فرشات ديال الشعر يكونوا شويه طيبين، يعني يكونوا شويه مرودين، يعني خدمت بيهم وعاودت خدمت بيهم وعاودت خدمت بيهم. فهادوك صافي كنخصصهم للبروشينغ ديال اللوايه او الاغلوكان. هنا الطريقه ديال تلفيف البانس كنديروها في حاله الا كانت الزبونه من النوع اللي عندها الشعر دغيا كينزل كيهبط. الشعر اللي هو كيهبط فضروري انني غنخدم ليه، غنخدمو وغنلوي لابغوس مزيان، وكنلوي الشعر على العصيه باش كتعطيني الشكل ديال اللوايه او يعطيني شكل اسطواني. والزغبه باقا سخونه كنشدها كنلويها وكندير لها لي بانس باش تبقى مجموعه وقابطه ليا لا فورم. طبعا خدمت ميشه من هنا وميشه من هنا، تبقى ليا الفرقه الوسط. ديك الفرقه الوسطانيه ما خصهاش تبقى ليا، خصها تغطى. دونك الا بغيت ديك الفرقه ما تبقاش غنخدم ميشه من هنا وميشه من هنا، وغنجيب الميشات بجوج من القدام، ميشات بجوج، النص ديال الميشه اللي على اليمين والنص ديال الميشه اللي على اليسار، ونشركهم مع ميشه وحده باش ما تبقاش عندي الفراغات. الطريقه هنايا كيف ما كتشوفوا نركزوا مزيان على الشده ديال البروسه وخليها شويه تتبرد في البروسه شويه، عاد نحيد البروسه بشويه عليا. ما الطريقه هذه اللي كنخدموا بها. بالنسبه للشعر اللي خفيف وبغينا ليه الفوليم فاحنا ملي كنوصلوا الوسط ديال الراس يعني لا طيط ديالنا كنحاولوا اننا نديروا بروشينغ بحال غنديو للاعلى،
بحال غنجيبوه للقدام غير باش يتنفخ الشعر ويعطي الفوليم. هذه الطريقه، الطريقه هذه مهمه. كنحاول ما امكن وقدر المستطاع نعطيه واحد الفوليم، ومني كنجي لهنايا مني كنسالي نعطيه الفوليم وكلشي نرجعو اللور ونجي نضرب الزغبه كاني غنخدم خدمه خفيفه باش ما يهبطش ليا الشعر، ونهز الفوق يدي الفوق وانا كنخدم، وفي نفس الوقت كنفيني نتبع البروصه فين غاده. كنلوي كنخدم بصباعي بجوج اللي كنلوي بهم، وكنحاول انني ما نقبطش الشعر بصباعي، نقبط البروصه بالصباع. بعض البنات كنشوف انهم ملي كيكونوا كيقبطوا الشعر في البروصه كيتغلبوا وكيقبطوا الشعر بيديهم. دونك لا، الشعر كله غنخدمو على العصيه وعلى البروصه. من بعد كنجمع بيدي حتى كنبرد الزغبه وكنطلقها تتبقى ملويه ملفوفه. كنتمنى انكم في هذا الفيديو هذا فيه توضيحات واضحين. نحاول انني نتفرج في الفيديو كامل ونعاودو باش نقدر نفهم الدرس مزيان، لان الفينيسيو مهم جدا، الفينيسيو مهم جدا. كنعاودها اضطريت انا نعاود هذا الفيديو هذا باش ناكد لكم على الفينيسيو. هاد اللحظه هذه راه هي مهمه. علاش؟ كنفيني فيها الشعر وكنعطي لا فوليم للشعر. هنا انا غادي نجي نخدم الكوتي. بغيت نخدم الكوتي غنخدمو اتجاه يديا اتجاه اليد، ما غنخدموش اتجاه الامامي، غنخدمو ملفوف اتجاه لعندي انا المعاكس ديال القدام، يعني غيكون من الجهه ديالي انا كنظن حنا وصلنا لنهايه الدرس ان شاء الله باذن الله. باش يعطي لا فوليم مزيان. الدرس يكون فادكم، ونتمنى انكم تركزوا في الشده ديال اليد، في الشده ديال البوصه، نتعامل مع الشعر مزيان، نعرف كيفاش الطريقه باش نحيد لي بانس بلا ما نقمش الكريانه او بلا ما نجرحها او بلا ما نضرر لها شعرها. فاكيد لا مشيتوا على الطريقه ديال كيفاش نشد يدي، كيفاش نشد البروصه وكيفاش نشد البروشينغ، غنوصل لواحد النتيجه زوينه اللي هي انني غنكون متمكنه كمصففه او كوحده كتخدم بروشينغ، غنكون متمكنه. كيف ما شفتوا الطريقه سهله بزاف. الاسطواني كيبغي غير شويه الوقت شويه التركيز. الطريقه ديال شده ديال اليد، شده ديال البروشينغ ديال السيشوار عفوا، والشده ديال لابغوس مهمه جدا. كنتمنىكم انكم تركزوا فيها مزيان. يلا البنات خليت لكم راحه الله، تهلاو في ريوسكم. يتعاود هذا الدرس ويتعاود حتى توصلوا للنتيجه المرضيه. السلام عليكم.